ومن ضمن الأكلات المنقذة أو السريعة اللي حضرناها مع بعض هنضيف عليهم كمان الأكلة دي، البيف استراجانوف، أكلة الحلة الواحدة ومن غير خطوات كتيرة وتعقيدات ومكونات مكلفة. دي من أشهر أكلات المطاعم اللي أكيد جربتوها، بس جربوها في البيت وهتعرفوا إن مفيش فرق أبدا، بالعكس بتاعة البيت أحلى وأنضف كتير. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أنا هستخدم لحمة ستيك بتيجي شرايح بالطول بنفس الشكل ده، ما حبيتش كمان إن هي تكون سميكة قوي علشان ما تاخدش معايا وقت طويل في التسوية. باخد كل شريحة أقطعها كده بالسكينة بالطول بنفس الطريقة ديت، كده السمك بتاعها مظبوط جدا، كده هتستوي معايا بسرعة وتكون حلوة قوي. هجيب طبق تاني أحط فيه كل اللحمة اللي احنا قطعناها، وبعد كده هضيف معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، بس كده مفيش حاجة تانية، مع معلقة كبيرة من الدقيق. الدقيق هيغلي في اللحمة، ولما اجي اديها تشويحة حلوة كده على النار هيديها لون حلو جدا جدا. هقلب بقى كويس قوي، ودلوقتي معايا طاسة هحط فيها معلقتين كبار من الزيت مع معلقة كبيرة من الزبدة. ممكن تستغنوا عن الزبدة، ولكن الزبدة هتدي طعم وريحة حلوة جدا للحمة، ولون كمان أثناء التسوية حلو قوي. أول ما يسخنوا جدا بضيف حتة اللحمة، بس أهم حاجة ما يكونوش فوق بعض، يكونوا جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده. أنا مش عاوزة إن اللحمة تنزل أي سوائل منها تعمل لي صوص أنا مش عاوزاه. بعد كده هحط عودين من الروزماري يدوا ريحة حلوة كده للحمة، وعلشان اللحمة تطلع معانا مظبوط ومستوية مظبوط جدا، أول ما تاخد لون من تحت على طول نقلبها على الجنب التاني، كده مظبوط جدا. لا هتطلع معانا نية ولا هتكون بتشد أو مجلدة في بعضها، كده مظبوط جدا. اللون كمان بتاعها كده حلو قوي. أنا كده في المرحلة دي كنت متأكدة إن هي استوت معايا. بنقل بقى اللحمة في علبة كده عشان أقفل عليها كويس قوي علشان ما تنشفش مني، أو حتى في طبق وأقفل عليها كويس قوي، وارجع أكرر نفس الخطوات. أحط كده كمية من اللحمة، وزي ما قلت لكم ما يكونوش فوق بعض، يكونوا جنب بعض. أنا كده خلاص خلصت كل كمية اللحمة، أقفل عليها كويس جدا. وفي نفس الطاسة بقى شايفين كل الحاجات اللي حصلت أثناء تشويح اللحمة دوت احنا عاوزينه، هيدوا لون للصوص حلو جدا جدا. حطيت معلقة كبيرة من الزبدة، وأول ما دابت هضيف بصلاية كبيرة متقطعة حتت صغيرة. استخدموا كمان البصل الأبيض، بيدي طعم حلو جدا ولون كمان حلو قوي. هقلب بقى كويس قوي، وأنا بقلب كده هحاول على قد ما أقدر أطلع كده كل الحاجات اللي كانت لازقة في الطاسة. البصل أخد لون معايا كده بسيط قوي. أضيف بعد كده معلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم، وأقلب تقليبة كده مع البصل. وبعد كده هضيف 300 جرام من المشروم، أنا استخدمت المشروم الفريش، هيبقى أحسن من المعلب كتير. وزي ما بقول لكم دايما المشروم مش بيتغسل، المشروم بيتمسح بفوطة نظيفة. فضلت أقلب كده شوية لحد ما الكمية بتاعته قلت شوية كده معايا. وبعد كده هضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود مع معلقة كبيرة من الدقيق. وبعد كده ابتدي بقى اقلب كل الحاجات الحلوه دي كويس جدا مع بعضها. حاولوا على قد ما تقدروا ما تضيفوش توابل كتير علشان ما يغيرش من طعم اللحمه. بعد كده هضيف كوبايه كبيره من شوربه اللحمه او الشوربه بتاعه المرقه، يعني كوبايه كبيره من الميه السخنه ونحط فيها كده مكعب من المرقه. واحنا بنقلب اجباري كل الحاجات اللي كانت لازقه في الطاسه هتطلع معانا وتدينا اللون الخطير اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده هنضيف كوبايه كبيره من كريمه الطهي او كريمه الطبخ، انا مش هستخدمها، هستخدم كوبايه كبيره من الحليب الدافي، وهضيف عليه نص كوبايه من قشطه وش اللبن، القشطه البلدي العاديه جدا، واقلب كويس جدا لحد كده ما القشطه تدوب الى حد ما في الحليب. وبعد كده اضيفها بقى على باقي المكونات واقلب كويس جدا جدا. لو في اي تكتلات في القشطه ما تقلقوش، مع التقليب هتدوب والقوام هيكون مظبوط قوي. بعد كده معايا نص كوبايه من الساور كريم، نقدر نستبدله بكوبايه صغيره من الزبادي. هاخد كده معلقتين كبار من الصوص علشان يعادلوا الحراره، ولما اجي احط كده الساور كريم ما يحصلش اي تكتلات او تقطع معايا. هقلب كويس قوي لحد ما القوام يكون كريمي كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده ارجع اضيفها على الطاسه. هرجع اضيف كمان معلقتين كبار من المستردة واقلب كويس قوي. كده خلاص مش هنحط اي حاجه تانية. مش قادره اوصف لكم بقى الصوص كان طعمه جميل قد ايه، والريحه بتاعته كمان حلوه قد ايه. يا دوبك غلوه واحده وبعد كده نضيف حته اللحمه اللي احنا جهزناها. اقلب بقى كويس قوي لحد ما اللحمه كده تتغلف بالصوص كويس جدا وتكون غرقانه كده في الصوص. واهم حاجه ان الصوص ما يتقلش معانا، لازم القوام بتاعه يكون متوسط، يعني لو تقل معاكم ولا حاجه ممكن تزودوا كده ربع كوبايه من الشوربه. اخد معايا غلوه وكده خلاص بقى جاهز. انا هقدم معاها رز ابيض مصري عادي جدا، تقدروا تقدموها مع العيش او مع المكرونه زي ما انتوا عاوزين، بس انا حبيت طعمها جدا مع الرز.
ما حبيتش ازين الطبق بتاعي بالبقدونس، حسيت ان الطعم مش هيكون لايق، بس ضفت كده شويه من الروزماري المجفف. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ الصوص كان خطير. احنا مش عاملين بشاميل، احنا عاملين صوص غني جدا جدا، وطعمه وريحته في منتهى الجمال. شايفين الطبق بجد شكله جميل ازاي؟ يجنن. وزي ما شفتوا كده أكلة سهلة وسريعة واتعملت في البيت بكل سهولة، ومفيش داعي أبدا إن احنا ناكلها في المطاعم بره. ولو حابين النسخة بتاعة الدجاج أنا حضرتها قبل كده وحاسب لكم اللينك في التعليقات. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. بألف هنا وشفا، وباي باي.